صباح الخير. بس احنا اليوم ده بقى النهارده يوم الجمعه وهنقضي كل اليوم تقريبا على البحر، وعايزه انزل البسين بس هو البحر مش نظيف فمش عارفه انزله، فنفضل قاعدين على الشط شويه. تعالوا بقى نتكلم في ايه. هقول لكم كنت افتكرت كنت عايزه اتكلم معاكم في ايه الكونسبت الجديد اللي هو بتاع الساحل. يعني ايه؟ يعني دلوقتي الكونسبت بتاع الناس ان هو او هي طول عمرهم الكونسبت بتاعهم ان عشان انا في الساحل فممكن عادي اقوم اقلع والبس اللي انا عايزاه وما البسش اصلا. نفسي ان احنا نتكلم مع بعض بلوجيك البني ادمين، يعني باللوجيك الطبيعي، مخي كده ومخك. هو ايه الفرق ما بين هنا وهناك؟ والموضوع ده اتهرى كتير قوي والناس اتكلمت فيه، بس انا فعلا مش ببقى فاهمه. يعني انت ممكن تكوني كنت بتلبسي كويس وانت في القاهره حتى لو انت مش محجبه، وبعدين لما بتيجي الساحل لا بتقلعي بزياده. انا فعلا مش قادره افهم الكونسبت ده ايه. حاجه كمان انا كنت عايزه اقولها لكم، انا احكي لكم قصتي في حاجه معينه. انا ما كنتش اول ما اتحجبت قعدت مثلا 3 سنين مش راضيه البس مايو اللي هو ده، المايو ده خالص ما كنتش حابه ان انا البسه، وما كنتش بحب شكله وكنت معترضه عليه. وبعدين لقيت نفسي ان بنسافر وبنروح وبنيجي، ولا انا عايزه انزل البحر كده وعايزه استمتع، وانا ما كنتش عايزه البسه مش عشان حاجه، كنت عشان شكله يعني، سواء بقى صح او غلط. بس انا هقول لكم ايه اللي انا بعمله. ان انا ببقى لابسه من فوقيها حاجه وانا قاعده على البحر، يعني بصوا انا لابسه دلوقتي عليه كاش مايو بس مش عارفه ابينه لكم قوي. وبعدين بدخل البحر وانا اللي هو يعني بعتبر بفضل لابساه واقلع الكاش مايو اول ما بنزل البحر. بعدين بطلع على طول من البحر البس اسمه ايه ده، الفوطه، عشان لو ما افضلش قاعده بالمايو بيبقى شكله مش حلو خالص، بالذات بعد الميه لما بيلزق على الجسم. فدي يعني ممكن تكون نصيحه للبنات، ان انت اول ما تخرجي خلي حد يكون مستنيكي مثلا بالفوطه او حاجه عشان تقومي تلبسي على طول الفوطه، فتقومي يعني ما بيبقاش شكله حلو خالص المايو عليكي يعني وانت لابساه كده ومحجبه وملزق كده. بصراحه انا ما بحبش شكله يعني على نفسي. جبنه فريسكا، شكل السحاب حلو قوي في الصوره في الفيديو عامه، صح يا جماعه؟ انا من ساعه ما على فيسبوك كانوا كلهم الناس بتتكلم على ان في اناديل وبتاع، كنت بشوف الصور، بس دلوقتي انا شفته على الحقيقه. استنى اوريكم، بصوا ده كبير قوي. انا بحس ان البحر ده عالم مليان بالاسرار. عارفين من اكتر الافلام الكرتونز اللي بحبها فيلم نيمو، بعشقه بجد. بحس ان عالم عارفين فاكرين مغامرات في اعماق البحار، بجد الحاجات دي بتبهرني قوي. بس انا هعترف لكم بحاجه، انا بخاف جدا 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 من حاجه اسمها بحر. يعني من اكتر الحاجات اللي بتعمل لي رعب في حياتي هو البحر، بخاف منه قوي. بس بحس ان هو يعني مليان معجزات ربنا باشكال والوان وحاجات فظيعه. تعالوا كده نتأمل في حاجة. هل تفتكروا لو في بلد من حاجة زي أوروبا وأمريكا والحتت دي، لو هم عندهم بحر وساحل زي اللي عندنا هنا في مصر، هل كان هيبقى بالمنظر ده؟ زي بالظبط اليونان. انتوا عارفين ان اليونان دي كانت هتخرج، كانت حصلت في فترة ان هي كانت هتخرج. ثانية البس نظارة الشمس عشان مش قادرة. اليونان كانت في فترة هتخرج من الاتحاد الاوروبي، وحصل ان هي كانت خلاص كانت على تكة وهتشهر افلاسها. وبعدين حصل ان هم كانوا عايزين، يعني اوروبا ساعدتها وبدأت باقي بلاد اوروبا يدوها قروض وبتاع عشان ان هم يعني يدوها زقة
وقدروا ان هم بصوا كميه دلوقتي السياحه اللي بقت موجوده في اليونان. وعايزه اقول لكم حاجه، ان اليونان موجوده هنا بس الناحيه الثانيه، يعني هو ده نفس البحر اللي موجود في اليونان، نفس الصور اللي احنا بنشوفها في اليونان هو نفس البحر بالظبط، بس هم قدروا يهتموا بيه بطريقه ويعملوا عليه قرى سياحيه بشكل فظيع وحاجات خياليه تحس ان فعلا يعني طبعا يعني حته من الجنه من الصور اللي الواحد بيشوفها. واحنا هنا زي ما انتم شايفين احنا بس هو البحر ما عملناش فيه اي حاجه، لا وبالعكس ممكن ان نكون كمان بنلوثه وبنوسخه وبنخلي شكله اوحش. ننزل دلوقتي البسين. ايه ده البسين زحمه. يا عيني يا بنتي تعبتي من اول 3 دقايق كده. مش بحب ان انا ابقى كده. بما ان لما بكون في الساحل بيكون مش معايا طبعا واي فاي واساسا ال 3 جي بيتلحس، فانا بقوم جت في بالي كده قبل ما نسافر فكره حلوه قوي وقلت اعملها. بص باجي في يوتيوب وفي حاجه اللي هو تقدر ان انت تعمل الفيديو سيف اوف لاين، يعني تقوم تنزله وانت في القاهره او يعني في بيتك وانت عندك واي فاي، ولما تروح اي حته تتفرج عليه من غير نت كانك بتعمله داونلود على موبايلك بس بيكون في الابلكيشن بتاع يوتيوب. شايفين ده اوف لاين فيديوز، بقوم ادوس عليها وبصوا الحاجات اللي انا بقى الفيديوهات اللي انا منزلاها. نزلت 17 فيديو، قلت بقى ان انا ايه اقعد اتفرج عليهم لما ببقى قاعده مش بعمل حاجه في الساحل او كده، في نفس الوقت اللي هو بكون بستغل وقتي بشكل صح نوعا ما بالفيديوهات اللي انا بحبها بتفرج عليها. وطبعا يوتيوب انا مدمناه اساسا، وفي نفس الوقت ما بستخدمش بقى حاجه من ال 3 جي او بدفع فلوس زياده، فاقوم وسبته طول الليل قبل ما انام، سبته طول الليل عملت داونلود لكل الفيديوهات وسبتها طول الليل بقى تعمل داونلود مع نفسها، وتاني يوم لما صحيت عشان اسافر كانت كل حاجه جاهزه عشان اتفرج عليها. سبحان الله فعلا. رايحين السوبر ماركت. انا قضيت في حياتي اوقات كتيره جدا في السوبر ماركت اكتر من اي مكان تاني. جبت زلابيا. ايه رايك فيها؟ ازيكم؟ رجعت دلوقتي قاعده في البلكونه وهبدا ان انا اعمل اديتنج شويه للفلوج بتاع امبارح. وبصوا بقى عايزه اتكلم معاكم في حاجه النهارده وهي enjoy your own company. انا بحب الكود ده جدا جدا جدا. هو معناه ايه؟ ان انت حاول ان انت تتبسط مع نفسك او اتعلم ان انت تتبسط مع نفسك، وانا بشوف ان فعلا دي حاجه مهمه جدا جدا جدا. بلاش ان انت تخلي اتبساطك معتمد على غيرك، يعني لا، اعرف انت بتحب ايه واعمله. لو انت بتحب تقرا كتاب وانت قاعد مع نفسك وحاطط في ودنك الهيدفونز وبتسمع اغاني، اعمل ده. لو انت دلوقتي سافرت زي حالاتي كده مسافر لوحدك مش معاك صحابك او حاجه، اتعلم ازاي ان انت تطلع احلى حاجه في السفريه فتتبسط. يعني بلاش زي ما بقول لكم تعتمدوا على غيركم. طبعا الصحاب مهمين وكل حاجه، بس دي من اهم النصايح اللي انا ممكن اديها لكم، هي ان انتوا enjoy your own company. اتعلموا تتبسطوا لوحدكم، وتعلموا ازاي تشوفوا الحاجات البسيطه اللي بتفرحكم وتقوموا تبسطوا نفسكم بيها، عشان فعلا هتفرق معاكم. بالذات بعد لما دخلت الجامعه كل واحد من صحابي راح في ناحيه، طبعا لسه بشوفهم وكل حاجه بس مش دايما الوقت اللي انا ببقى فاضيه فيه هما بيكونوا فاضيين فيه، فبقيت اغلب الوقت يعني اقضي تقريبا، انا لحد دلوقتي مقضيه الاجازه تقريبا لوحدي، ما شفتش حد من صحابي لظروف كتير. فتعلموا، ما سافرتش مع صحابي حتى، انا اللي هو زي ما انتم شايفين مسافره مع عيلتي. فتعلموا زي ما بقول لكم ان انتوا تعلموا ان انتوا تتبسطوا لوحدكم،
وتعملوا الحاجه اللي بتحبوها لوحدكم. وانا زي ما انتم شايفين اهو هبدا ان انا اعمل اديتنج للفيديو للفلوج عشانكم، وبجد انا كنت مبسوطه. بس كده ان شاء الله اشوفكم بكره على طول، وباي باي.